زادت المغرب ربحت البرازيل. وزيدوا يقولوا لنا ثاني راهم يديروا في السحور. رانا في رمضان والسحور ما يمشيش لأن الجن راه مكتف. هكا ولا لا؟ طيب، اما الرساله الاخيره يا اخوان، الموضوع الاخير هو للجمهور المغربي الحبيب اللي بيتابعني، واللي انا بحبهم، واللي شجعتهم طوال فتره كاس العالم، واللي رفعوا راسنا، واللي هزموا البرازيل مؤخرا. بس قبل ذلك بدي اختم على موضوع الطيران. بالمناسبه يا اخوان، الطيران هو علميا هو امن وسيله مواصلات، اوكي، عشان ما نكون في الصوره. امن وسيله مواصلات هو الطيران. طيب، بالنسبه للجمهور المغربي يا اخوان، هناك من دخل بيني وبين الجمهور المغربي يا اخوان ووتر العلاقه في كاس العالم. كيف الموضوع بدأ يا اخوان؟ انا عشان احكي لكم كيف الموضوع اصلا صار. شفتوا انا لما نزلت انه المنتخب المغربي هو اول منتخب عربي في التاريخ يفوز على منتخب برازيلي، واضح انه بعض الجمهور المغربي يا اخوان ما تابعني فتره كاس العالم واخذ بما قبل كاس العالم. شو صار قبل كاس العالم؟ لانه جاتني رسائل بيقولوا لي اول مره بتمدح المنتخب المغربي. في ايرور، بصير عندك ايرور. ايش في؟ الموضوع بخليني اتكلم لانه يبدو انه في جمهور كبير. انا كثير من اصدقائي المغاربه حكوا لي في فتره كاس العالم انت يا محمد كنت ترند في المغرب. ترند ليش؟ عشان حلقه توقعاتي ما قبل كاس العالم اللي توقعت فيها انه كرواتيا، توقعت في لعبه التوقعات التي لا تمت للعاطفه بصيغه، طبعا بجنب فيها عاطفتي تماما. توقعت كرواتيا وبلجيكا، وهذا طبيعي جدا. كرواتيا وبلجيكا ثنتين من القوى العظمى في عالم كره القدم، وتوقعت انهم يكونوا على صداره المجموعه، وقلت المغرب قد تكون ثالثه والرابعه هي كندا. منطقي جدا، اي واحد بيفهم كره قدم قبل كاس العالم هيحكي هذا التصنيف. ولكن كنت اقول دائما كذلك في اي مقابله اني اتمنى المغرب، اتمنى كل المنتخبات العربيه، ولكن اذا في منتخب عربي راح يعمل مفاجاه في كاس العالم فهو المنتخب المغربي، وقد كان. تمام. فبيزعلوا الناس، زعلوا من الموضوع، خاصة ما سكتوا لما صار، أو هم عفوا ما تكلموا بعد التوقعات مباشرة. لما بدأ المنتخب المغربي يفوز ويتصدر المجموعة بعض الناس تحركت. ترى لعبة توقعات يا إخوان، توقعات في علم الغيب. أما القلب فقد كان مع المغرب طوال البطولة. حتى البعض بيقول إنه محمد شجع فرنسا على المغرب. أنا إذا هذه بالتحديد هذه لبست تيشيرت المنتخب المغربي ورحت شجعت المغرب في نصف نهائي كأس العالم على المنتخب الفرنسي يا إخوان. ولكن يبدو بعض الناس من الجمهور المغربي لم يتابعني في كأس العالم وما أخذ بالصورة النمطية. ولذلك هم بيجي دور اليوتيوب يا اخوان اللي حلقاتي محفوظه واستبقى فيه الى يوم القيامه. اكثر منتخب لبس تيشيرت هو المنتخب المغربي، اكثر منتخب وقفنا معه بكينا، كنت اقف خلف دكه الرقراقي في مباراه اسبانيا عندما حققنا الحدث التاريخي في استاد المدينه التعليميه ليكون المنتخب المغربي اول منتخب في التاريخ يصل الى دور الثمانيه. كنت حاضر هناك، بكينا انا واصدقائي كلنا صناع المحتوى الموجودين هناك. كل شيء موجود في اليوتيوب، ستورياتي في السناب شات كلها محفوظه، تغطيتي في كاس العالم كذلك. لا تخلوا حد يدخل بيننا وبينكم يا اخوان، لانه محمد مع المنتخبات العربية والإسلامية كذلك ما في عندي هيك واضح. اضرب بعصا من حديد. منتخب المغرب مع الكابتن وليد الرقراقي فازوا على بلجيكا، فازوا على اسبانيا، فازوا على البرتغال، فازوا على تشيلي، وامس على البرازيل. وناس مستغربين ان المنتخب المغربي يفوز على البرازيل. بالارقام امر طبيعي، المغرب رابع العالم، البرازيل ما لها اي مركز في بطولة كاس العالم 2022. مدرب له كل التقدير والاحترام، وللامانه كابتن وليد تعظيم سلام. سلام عليكم. واش انت بحال عادي؟ شك بحال نورمالمون كنا بحال بتخوا